حكايات من جوه الخريطة. محل الدمنة، السر اللي أقدم من الاسم. في قلب دلتا مصر الخضراء بين فروع النيل وحكايات الأرض والطمي، فيه مدن وقرى بنعدي عليها كل يوم، أسامي بنقولها من غير ما نفكر، لكن ورا كل اسم حكاية، ورا كل حكاية فيه سر. أنا أدهم، وده بودكاست حكايات من جوه الخريطة. النهاردة خريطتنا وقفت عند مدينة يمكن كتير مننا سمع اسمها، لكن قليلين اللي يعرفوا روحها. مدينة محل الدمنة. وعلشان نكشف أسرارها مفيش أفضل من ذاكرة المدينة نفسها. معانا ومعاكم عم حسين الدمناوي، شيخ مكتبية محل الدمنة وخزين أسرارها. أهلا بيك يا عم حسين. أهلا بيك يا ابني، نورتنا وشرفت أرضنا. الشرف لينا يا عم حسين. خلينا نبدأ معاك بالسؤال اللي الكل بيسأله: إيه حكاية اسم محل الدمنة؟ سمعت أقاويل كتير، ناس تقول من الدمن يعني السماد وحر الأرض، وناس ليها حكايات تانية. إيه القصة الحقيقية؟ حكاية الدمن دي يا إدهم، دي الحكاية اللي بنقولها للعيال الصغيرة عشان يناموا. دي القشرة اللي بنغطي بيها جوهرة قديمة. جوهرة إيه يا عم حسين؟ شوقتني. بص يا ابني، عشان تعرف اسم دمنة لازم ترجع بالزمن لورا قوي، قبل الفتح الإسلامي وقبل المسيحية ما تنور أرضنا، لأيام كانت الأرض دي ليها أسماء تانية وأسرار تانية. أجدادنا كانوا بيحكوا إن دمنة دي مش كلمة عربي أصلاً. أمال إيه؟ الاسم متحور من اسم ملكة أو كاهنة عظيمة من زمن سحيق. في اللي بيقولوا كان اسمها تيامانة، وفي اللي بيقولوا دميانة. ست كانت مباركة، بيقولوا إن خطواتها كانت بتطرح في الأرض خضار، ودعوتها كانت بتنزل المطر. كانت روح المكان ده كله. ولما الناس حبت تخلد اسمها، سموا المكان بتاعها على اسمها، محل الدميانة. ومع الزمن واللسان اللي بيتغير بقت محل الدمنة. ياه، حكاية مختلفة تماماً. يعني الاسم ده مش مجرد صفة للأرض، ده اسم شخصية تاريخية أسطورية. ده بيغير كل حاجة، وبيفتح باب لسر أكبر. سر إيه تاني يا عم حسين؟ الأسطورة بتقول إن الكاهنة دميانة دي مدفونة في نفس الأرض اللي باركتها، مدفونة ومعاها كنوز حكمتها ومعرفتها، مش ذهب وفضة، كتب وبرديات بتحكي أسرار الأرض دي ومستقبلها. والمدفن ده حد يعرف مكانه؟ دي الحتة اللي بالكلام فيها بيبقى همس. كبار البلد زمان كانوا بيقسموا إن أقدم جامع في محل الدمنة مبني فوق المعبد بتاعها أو المدفن بتاعها. كانوا بيقولوا لو حطيت ودنك على بلاط الجامع في ليلة قمرية ممكن تسمع همس التاريخ من تحت الأرض. طبعا دي أساطير يا ابني، محدش يقدر يأكدها. لكنها أسطورة بتدي للمكان روح وعمق مش طبيعي. تخيل إن الناس بتمشي وبتصلي في مكان تحت كل التاريخ ده. بالظبط، هو ده اللي بيصنع شخصية ابن محل الدمنة. هو مش عايش في مكان عادي، هو عايش فوق طبقات من الأسرار والبركة. عشان كده تلاقي فيه عزة نفس وكرم وحب للأرض دي مش مفهوم. مصدره هو الإحساس الخفي ده، إن أرضنا دي مش مجرد طينة، دي أرض مسكونة بالحكايات والأرواح الطيبة. عم حسين الدمناوي، أنا مش عارف أقولك إيه. أنت ما غيرتش بس معنى اسم، أنت كشفت لنا عن عالم كامل كان مستخبي ورا كلمة واحدة. العالم ده موجود في كل حتة في مصر يا أدهم، محتاج بس اللي يسمع له، مش بعينيه، بقلبه. محتاج اللي يسمع له بقلبه. جملة تلخص رحلتنا النهاردة في محل الدمنة.
مدينة بتاريخ أعمق من اسمها وسر مدفون بيحرس أهلها. شكرا جزيلا لذاكرة المدينة الحية عم حسين الدمناوي. العفو يا ابني. وشكرا ليكم إنكم كنتوا معانا في رحلة جديدة من حكايات من جوه الخريطة. استنونا الأسبوع الجاي وخريطة جديدة وسر جديد هنكتشفه سوا. إلى اللقاء.